السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا النهارده الفيديو بتاعنا ان شاء الله هنفتح الزغاليل، التلات زغاليل اول فتحة ليهم، هنبدأ معاهم بقى تدريب النش. تمام كده. انا بقالي الفترة اللي فاتت اللي لما كنت بقف فيها فيديوهات كنت بفتح عليهم بس على الأرضية. هم بدأوا في فرد ولا مش عارف اتنين، بدأوا ايه اللي هم ايه فاهمين يطلعوا على السور كده وينزلوا. فهنشوف النهارده هيعملوا ايه، وبعد ما نفتح عليهم شوية هنفتح على الحمام الكبير. تمام برضو معاهم بس يكونوا هما ايه طلعوا الطاقة بتاعتهم هنا، عشان ايه لو شافوهم طاروا ما يطيروش وراهم. تمام. وايه تاني يا رب، هنبص على الحمام كله يعني لو في حاجة. هو امبارح في فرد كام فرد نزاع حصت كده مع بعضيهم. خير اهو ان شاء الله. هنشوف هنعمله ايه النهارده. في فرد عندي دخل ماسكها ضربها. تعالى اوريكم ده كله، يلا بينا. يلا يعني دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 9 الصبح، لا الساعة 10 وربع. تمام. احنا هنفتح على الزغالين دي كده. طبعا بص بيبقى كده مفيش اكل. تمام. يعني طبعا انا حطيت لهم كل فوالير امبارح بحيث ان هو الاكل ايه يخلص يعني لما يخلصوا وما يلاقوش تاني. تمام. ليه بقى؟ هقول لكم السبب. طبعا الدخل ده هقول لكم ان الحبس هنا لوحده. تمام. بص الزغاليل طبعا لازم تعودها من صغرها عشان تعرف تتحكم فيها. بس طبعا انا دلوقتي بقيت اعمل لهم ميعاد كلفة بتاعهم، يعني أنا حتى مش هكلفهم دلوقتي، ميعاد الكلفة بتاعتهم على الساعة 5، يعني بطلع قبل المغرب انا بساعة بفطرهم واجي نازل تاني. تمام. غير بقى اللي عنده مثلا زغاليل باكله مرتين. تمام. ده ماشي ممكن اكله في اي وقت، بس المهم اللي هو ياكل مرتين. تمام يا جماعة. طبعا الدخر ده انا مش عارف اقول لكم واحد. تمام. تعالوا بقى ايه، طبعا الزغلول طبعا في زغلولة رجالة مات، قعد يوم بنوع عادي مفيش حاجة. تاني يوم كان في فرق لما قلت لكم الزغلول هيطلع واحد كبير وواحد صغير عشان واحد طالع قبل التاني. فده كان اكله يعني، فاهمين لقيتهم زقينه بره الطاجن ومرمي هنا اهو. والفرد كان متلج يعني، ده لقيته فيه كان بيطلع فنروح الاخير. تمام. انا دلوقتي طبعا ما حطيتلهمش اكل، هسيبهم يطلعوا. طبعا الزغالين دي من النوع اللي هم خوافين. تمام. فانا هقفل معاكم فيديو لحد ما هم يطلعوا، عشان هم ما بيطلعوش بسهوله، بيقعدوا شويه لسه ما اتعودوش عليا. خلاص هقفل معاكم فيديو اول ما يطلعوا هاجي فاتح تاني. هم طلعوا اهو. طبعا بص لو تاخدوا بالكم الهوا جامد اوي، في نفس الوقت انا مش عايزهم ايه يهووا جامد. طبعا الزغلول ده بقى يشيل نفسه. تمام. يعني عظمه نشف شويه، لسه يشيل نفسه. دول لسه تقال يعني، فاهمين. طبعا ونفس الوقت انا ممكن افتح معاهم الفرد ده. الفرد ده يا دوبك لسه ايه، لسه بيحاول يشوه. هو بدأ يقوم. بصوا هما الزغلولين دول مش عارف انا في نوع اللي هما خايفين مني، فاهمين. يعني لما كان حمام كنت بقعد وسط الزغاليل عادي مفيش حاجة، بس دول مش عارف مرة طبعهم كده بقى. طبعا بصوا اهو هيبدأوا يهووا. طبعا انا حفظت لهم العين. بصوا دلوقتي ممكن يعني ده دلوقتي لو انا قربت منهم هيخشوا العين بتاعتهم. تمام. طبعا بقعد معاهم قد ايه الفترة ديت، يعني بطلع معاهم كده بالكتير اوي نص ساعة. تمام. على الحال ده بيتنا قاعدين بالكتير اوي يطلعوا هنا اهو. خلاص بيطلعوا هنا. بعد كده هنشوف هنعملهم معاهم. بس اهم حاجة انا هكون حفظت الفرد الحمام الباب بتاعه وظبطت له ميعاد كلفة. تمام. ظبطت ميعاد كلفة عشان اعرف اتحكم في الزغلول، ادخله امتى واخرجه امتى يعني. تمام. بص الزغلول طبعا ده الزغلول بقى ايه كبير شوية. ده كده لسه هو لسه بيصصي، بس داخل على كتم صوت هيك. طبعا الهوا جامد، الهوا جامد. بص ده فرحان. بس طبعا لو انت عندك حمام سايب ونفسك تنشي وكده، فانصحك مثلا اللي انت ايه يعني تيجي على بالليل كده ولا حاجة، تحاول تقفل الحمام الكبير على قد ما تقدر عقبال ما تطلع تقوي الزغلولين، عشان الزغلولين لو هو لقوا حمام كبير معاهم يعني بيهوي وقام مرة واحدة هما بيقلدوه، عاملين زي العيال الصغيرة، فاهمين، بيقلدوا أي حاجة. يعني ده لو قام دلوقتي فز هتلاقي في واحد فز معاه، يعني الأسود ده غالبا.
طبعا بقى بص عشان تعرفوا، طبعا انا كنت ايه يعني شايل الاكل انا ده. بصوا عندي الاكل اهو زي ما هو، ده عندي الاكل بزيادة، وغالبيتهم هما كده اللي عندهم برضه فوق. تمام. طبعا انا بديهم طقة واحدة بس. اروح بطلع الساعة 5 واكلهم. انا كنت من الاول معادي الساعة 9 الصبح باكلهم، بعدين غيرت لهم معايا. الرجالة بص الذكر عمل ايه في النتايج، هي قالتها مبادئ. بصوا ورا لها وشها وضريبة، كل ده واخد بالهم منه امبارح، بس شافه عمال يجري وراه. وانا طالع دلوقتي عينيها كانت مقفلة خالص، وانا لسه مفتحها لها، هي لسه شايفة دنيا اصلا. جيت ادخله دلوقتي عليها تاني ماسكها ضريبة. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هخلي النتاية عادي مع نفسها وهتدخل مع نفسها عقبال ما تحصل الحصواية التانية، وتقعد لها يومين كده لوحديها على الحصى، يكون الدكر ده ايه هدا شوية. تمام. بصوا هو طبعا انا حاطط الكاس اصلا انا كنتش حاطط له امبارح ولا ميه ولا اكل بصراحة، اتضايقت منه تمام. فمسك النداء ضريبة ليه بقى؟ كان هو مثلا لو هو بيجري وراها فمين عايز ندخلها عشان تتحسن، هي النداء حست والله، بس هو ايه يعني مش عارف النداء دي ممكن مش عارف هتعيش ولا هتموت دي. انا لازم الحقها باي حاجة، ده دماغها كلها ورمة، وحرفيا انا شايف العظم بتاع راسها. انا مش عارف إيه ليه يا ابن الناس. خلاص. وطبعا عندنا النتاية دي حست امبارح اهي جبتها، وطبعا ودي برضه حصلت امبارح اهي كلهم نفس الوقت. وعندنا مين تاني؟ وعندنا والرواية دي. بس كده التلاتة دول اللي حصلوا مع بعض امبارح. خلاص. طبعا حلو بس طبعا لو في ايه واحد ضعيف كده نرمي واحد ما بينهم اللي هو ايه ياكلوا بعض، ياكلوا زغاليل بعض يعني. طبعا التيرة دي بقى لوحديها دي هتطلع طيرة يا جدعان. لحد دلوقتي المفروض لا هي طيرة وشها طيرة اصلا، ماشي كويس. ودي برضو طيرة و لسه مشوفلهاش دخل. بص يا رجالة انتوا بقى حاول مع المطاط مع الزغاليل ما تحاولش اللي انت ايه تنجحهم في الفترة دي. بصوا اصلا لو هو بيرمي كده، انا لو دلوقتي قربت من واحد هيجي ايه، لو قام هيجي الهوا زقه اصلا. تمام. هوريكم برضو اعمل لكم فيديو وانا معاده هاكلهم، يعني انا مش هشغلهم الكلفة، هوريكم ازاي هما بيخشوا كده. تمام. بس انا بحاول دلوقتي اعودهم عليا، فاهمين؟ انا بحس ان هما مش مظبوطين من ناحيتي. طبعا هما بيحدوا من الجير اللي هو مطرح الارضية وكده. انا بحاول اقرب منه، عايز اقعد على الكرسي ده بصراحة. انا الشمس شوية. طبعا راحوا بعيد. ماشي. طبعا على الحال ده هتني قاعد معاهم شوية، وبعديها ممكن اقفل عليهم وافتح الزغلي على الحمام الكبير اهويه شوية واسيبه مفتوح عادي لحد المغربية، واقفل عليه وبعدين افتح له تاني. طبعا بصوا هو الفرد ده اكبر منهم بشوية، الفرد الاسود خالص ده دول يا دوبك لسه مقفلين الريش اللي هو تحت بطنه. تمام. ودوت امبارح الفرد اللي هو الازرق قطيفة ده لف خالص، يعني خله وسع لنفسه امبارح، يعني قومت انا امبارح انا اللي كرشته، قام وخد نفسه عند العمارة اللي هناك ديت، العمارة الطويلة دي على الدولفين جنب الشبكة، وصل لحد هناك ولف كده ورجع تاني بس جه من ورا، يعني كده بدأ يوسع لنفسه امبارح، وبطيره مع الحمام الكبير. طبعا بس كده حلقتنا عشان مطولش عليكم، تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.